السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في يوم جديد معايا. النهاردة هنعمل شوية سمك مشوي بالزيت وبتنجان بابا غنوج وسلطة ورز أبيض، حاجة كده إيه وهم بجد بجد تحفة. لو ما عملتوهاش يبقى انتوا إيه ما عملتوهاش. يلا بينا نشوف الجمال ده. بصوا سلطة بابا غنوج كده بالطحينة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أنا جبت سمك معايا زي ما انتوا شايفين كده، دي شخورة وده بدنجان. غسلت البتنجان وحطيته على عين البوتاجاز زي ما انتوا شايفه كده عشان هعمل بابا غنوج. تمام. جبت السمك بتاعي غسلته ونضفته وعصرت في قلبه ليمون وظبطته. تمام. نزلت بصاجة على البوتاجاز ورشيت عليها شوية ردة وعملت معايا الرز. هو ده كيلو رز. حطيت شوية زيت في الحلة، سخنتهم شوية وبعد كده نزلت بالرز وحطيت له معلقة ملح وغطيته بمية سخنة من الكتل. يا دوبك الرز ميته اتغطت وهسيبه بقى على النار. نمسك السمك بتاعنا بقى نعمل له التتبيله اللي نتبله بيها. دي معلقه كمون وشويه ملح وليمونه وشويه زيت، يبقى ليمون وزيت وملح وكمون. هيشوه من ناحيه، هديله رشه من الزيت والكمون والليمون وهقلبه على الناحيه التانية وهديله برضو رشه. البتنجانتين بتوعي اتشوهم زي ما انتوا شايفين. قلبنا الرز ولقيناه خلاص شرب ميته، هنوطي عليه ونحطه على عين صغيره ونكمل بقيه السمك بتاعنا. تسقيه كده مره واتنين. بصوا الجمال. ادي البنجان بتاعي خلاص، تحسي عليها كده وهي على البوتاجاز تلاقيها طارت خالص، يبقى هي كده استوت. نروحوا جايين مقشرين بقى. عايزه استنى ما يبرد ماشي، عايزه تعمليها سخنه مفيش مشكله. هتقطعيه كده زي ما انت شايفه وتشيلي القشره السودا منه وتجهزيني بقى معايا تومه اللي هي اللي احنا واخدين منها من السمك. تومه بكمون بفلفل وحبه كمون وليمونه وزيت وخل وحته طحينه. بصوا السمك انا بسقيه، بصوا البخار اللي طالع ده ريحته جميله تحفه تحفه. حطيت ملح وحطيت كمون وزيت ونقطه خل، معلقه ومعلقه دق التوم كده وليمونه، وادي معايا معلقه طحينه كمان. بتبقى جميله سلطه البابا غنوج دي بجد بتبقى تحفه. هتقلبيها كده وتهرسيها. حطيتي زيت وحطيتي معلقه خل وحطيتي ليمون وحطيتي دق التوم وحطيتي كمون وملح. دي البابا غنوج. والسمك بتاعي اهو كل ما اقلبه ازقيه الزيت والليمون اللي انا عاملاهم. تمام. اقول لكم بقى السمك انا حشيته بايه في الاول. السمك غسلته وعصرت فيه ليمون وحضرت له بصله وطماطمايه وقرن فلفل وخضره اللي هي بقدونس وكزبره وشبت، ورحت جايه محضراهم مقلباهم على بعض مع دقه التوم. دقه التوم عباره عن توم وفلفل وملح وكمون. قلبت الخلطه دي كلها على بعضها، وبعد ما عصرت في السمك من جوه ليمون رحت جايه حاشياه بالخلطه الجميله البصل والطماطم والخضار والثوم، ورحت جايه نازله بيه على الشوي على طول وزقيته زيت وكمون وملح وليمون. بجد بجد بتفرق جدا الزيت والليمون ده، بجد جميل جميل جدا. وعملنا كمان شويه سلطه خضراء كده تفتح النفس. والرز الجميل المفرفر بتاعنا، بصوا الرز حبايه بحبايه مفرفر كده زي العسل، زي بطريقتي كده ما عملتها. تغطي الميه كده على الرز وهيطلع معاكي مفرفر وزي العسل. والسمك بجد تحفه، والسلطه البابا غنوج تحفه، والسلطه الخضراء عسل. لايك وشير بقى ليا يا جماعه، انا استاهل اللايك والشير. ارجوكم اعملوا لي لايك وشير عشان القناه تكبر بيكم وليكم. تمام. الاكل بسم الله ما شاء الله، يعني انا محتاجه لايك منكم وكومنت عسل كده. والنهارده تكونوا استفدتوا مني. واترككم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.